سقطت الأقنعة وانفجر البركان. يورغن كلوب لا يتمالك دموعه وهو يرى تاريخه يهدم أمام عينيه. بعد أن طالع الصحف العالمية ووقف على تفاصيل ليلة بارك دي برانس المظلمة، قرر الرجل الذي صنع المعجزات ألا يصمت. ما فعله آرني سلوت بمحمد صلاح في ذهاب دوري الأبطال أمام بارك دي برانس لم يكن سقطة فنية فحسب، بل كان إهانة لكرامة كرة القدم. كيف تجرأ؟ كيف يجلس على دكة البدلاء رجل أعاد ليفربول للحياة بعد سبات عميق؟ نحن نتحدث عن المحرك الذي قاد الريدز لاستعادة الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاماً. نتحدث عن بطل دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي، الرجل الذي حصد كأس الاتحاد وكأس الرابطة ولم يترك منصة تتويج إلا واعتلاها. لقد ملأ هذا الرجل خزائن النادي بالذهب وبنى مجداً سيبقى للأجيال. ما حدث في مباراة باريس أغضبني لدرجة لا توصف، وأعلم أن أنفيلد كله يغلي. لا يمكنني أن أتخيل، ولا يجب على أحد أن يقبل نهاية الأسطورة بهذا الشكل المهين. صلاح ليس مجرد لاعب، إنه ملك ليفربول المتوج، الهداف التاريخي لليفربول في البريمير ليج، محطم الأرقام القياسية في موسم واحد، واللاعب الذي لم يعرف الكلل. هل يكافأ صاحب الحذاء الذهبي ل3 مرات بالتجميد في أهم مباريات الموسم؟ الجماهير لم تعد تطالب بتفسير، بل تطالب برأس من تجرأ على مساس مكانة الفرعون. رسالة كلوب وصلت للإدارة: راجعوا حساباتكم فوراً، فالتاريخ لا يرحم، ومسك الختام لا بد أن يليق بمن جعل ليفربول سيداً لأوروبا من جديد. فهل يستجيب الملاك لدموع كلوب وغضب الجماهير، أم أن رحلة الملك انتهت بقرار غادر من سلوت؟